استخدمها للاكله هاي تكون لحم بعظم. تمام. فانا هون راح استخدم هدول قطع اللحمه. طبعا هاي اللحمه اللي انا مستخدميتها هي بتيجي من جهه الرقبه، سمن بلدي. تمام. فراح احط شوي من السمن البلدي، بس هي الوصفه الاصليه بيعملوها بالسمن البلدي. بدي احمر شوي اللحمه واخليها هيك تتقلى شوي. لحمه هون بنسلقها وبنتركها تستوي عنا استواء كامل. هاي مرق اللحمه انا رح اطبخ فيها الرز. طبعا هذا مرق اللحمه كلياته فيه نكهه الثوم والبصل والمطيبات اللي احنا حطيناها كم حبه من الهيل. هلا هون عندي هاي الطنجره. ايش بدي احط؟ بدي احط فيها شوي من السمن العربي. حطينا البصل. تمام. الثوم يا جماعه احنا بنحطه حبات، واكيد زي ما انتم بتحبوا الثوم. هلا هون انا نزلت الحمص. طبعا عندي الحمص لازم يكون مستوي استواء كامل. تمام. هون راح احط شوي من الكركم. جايبه عندي حواجه منسف، حواجه السمنه. راح احط شوي من حواجه السمنه. راح احط رشه ملح. قربنا على الاخير. قربنا. شايفين انا هون شو حاطط راس ثوم بقشره كامل على هيك للسلق، فبتحسوا بيعطي نكهه غير شكل. هلا عندنا هون شو بدنا نعمل. شايفين قطع اللحمه بعد ما سلقناها؟ بدي احط عليها شوي من السمنه. بدي اشوي لكم اياها هسه. بدي ادخلها الفرن. طبعا الفرن بده يكون عندنا من فوق ومن تحت. بسم الله. بس أنا هون راح أستخدم أرز متوسط الحبة اللي هو تايجر. تقريباً هون أنا راح أحط كوبين من أرز متوسط الحبة تايجر. بإيش راح أخلطه؟ راح أخلطه بأرز تايجر بسمتي. هون أنا غسلته نقعته، وهلا هون راح أنزله فوق البصل والثوم. بدنا نعطي مجال إنه هو يستوي عنا. كل ما أنزلهم كلهم، بس خليني أشوف عشان أيوة نعطي إنك خليني أملح بهاي المرحلة. طبعا بدنا نحط الملح. بدي احط هون معلقه كبيره. اوكي. انا بدي اعطي مجال انه الرز عندي هون يستوي. وبعديها رح ننزل ميه اللحمه. خلص. شامم الريحه. صح. بدي اسكرها وبدي ادخلها الفرن على درجه حراره 200 الرف الوسط. فانا بالنسبه لي بتاخذ تقريبا معي بالفرن ساعه ونص. بتركها تتهدى مده نص ساعه. بعديها بقلب الرز وبقدمه. الطنجره هيك صارت جاهزه. هلا هون رح ندخلها الفرن. اهلين وسهلين. ماشي يلا. ايش مثلا احنا بدنا نقدم جنب القدره على الطاوله؟ الملك هو خيار بلبن. لا صح؟ ارجيهم. اوه شوف لك. فهي طيابة اللحمة هيك انكم تشووها.